ايوه بسم الله يا سيدي. يا مولانا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أشهد أن الله وإياك أن الله عز وجل واحد في ملكه خالق العالم بأسره العلوي والسفلي العرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر بالخلق ولا شريك في الملك حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك والغنى وله العزة والبقاء وله الحمد والثناء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء لا يرجو ثواب ولا يخاف عقاب ليس عليه حق ولا عليه حكم فكل نعمة منه فضل وكل نعمة منه عبد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يختص بالمكان ولا يلحقه ولا يكيف عقل ولا ينحصر في الذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا تكيف في العقل لا تلحق نواه والأفكار جل عن الشريك والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون طلبة العلم الشريف السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن تناولنا في الليلة الافتتاحية من هذا الأسبوع الفقهي العاشر
نتناول في هذه الليلة الخامسة إن شاء الله أهم أحكام الرضاع، وكل ذلك انطلاقا مما ورد في متن أسهل المسالك لسيدي محمد البشار رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. أم أختك أم أخيك عمتي وأم عم أم خال خالتي وجدة الابن وأخت الولد وأم ولد الابن خذ لا تعتدي وقدرت أما وبعلها أبا من وطئه للطفل قد حال اللبن للمرأتين قبل عقد إقبال إذا فشا كامرأة مع رجل وبت بعدين الرضاعة مطلقا وولداه قبل عقد صدقا لا بعده ولا ثبوت بالمرأة ولو فشا وانشر رضاع الكفر. ومثل ما شرحنا في الليلة الرابعة 8 أبيات، أيضا نحن في هذه الليلة على موعد مع 8 أبيات سيتفضل بشرحها والتعليق عليها فضيلة الشيخ طارق عبد الله البابي شيخ المدرسة الراشدية، فليتفضل مشكورا ومشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة قبل أن أبدأ هذه الحصة المفروض كانت أحد المشايخ الذين اعتذروا لظروف طارئة عندهم، عندهم أشغال مرتبطين، المهم اعتذروا في آخر مطاف كلف الشيخ الأزهر. تتكلم المفروض عندما توزع المجلات الشيخ عبد السلام بن العالم الأصغر هو الذي اتفقنا معه على إعداد البحث العرض، لكن وكما يعلم الشيخ محمد أمين بغابة فإن عبد السلام كلف من مديرية الشؤون الدينية لماذا؟ الملتقى بتاع المجالس العلمية حول الفتوى ومعاصرتها والمرجعية، ولهذا يعني كان دور عبد السلام هو أمين المجلس العلمي معروف ضمان المجالس وإمام المفتي، يعني كلفنا عبد السلام باش يمشي يقابل إن شاء الله يمثلنا في هذا اليومين، عندهم اليومين إن شاء الله يختموا اليوم باش يجي إن شاء الله. ولذلك نحن مضطرون نتفق كلفنا أستاذ عبد الله أمس فقط، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه ويتمكن من كما عهدناه من فك كل رموز هذه الأبيات، فليتفضل. لا أقول دكتور أبوك لقد جميع الحاضرين يعذروني على عدم التحضير جيد، لأن جاني في فترة متأخرة مع الارتباطات المدرسة التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فتحضير من آلة مقصود، وبالتالي الأسئلة
الحمد لله تفضل قبل الدين والشيخ عبد الله. أنسى لها طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها منا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نحن تعلم الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإننا أمام نص فقهي، وهذا النص الفقهي سنضع فكرة عامة ومجموعة من الأفكار الرئيسية أو الجزئية، وسنسلط الضوء على أو تفكيك رموز هذه الأبيات بشيء من الاختصار. فصورة هذه الأبيات وهذا النص الفقهي هي الفكرة العامة أحكام المتعلقة بالرضاع، أفكاره الجزئية والرئيسية، شروط الرضاع التي تثبت به الحرمة، وهو في البيت الأول، بمعنى البيت الأول يتناول الشروط التي تثبت حرمة الرضاع. البيت الثاني يتناول حكم الرضاع. البيتان الثالث والرابع أثر الرضاع على المرضع وزوجها. الأبيات الأخيرة أو نعم الأبيات الأخيرة 6 و7 و8 طرق إثبات الرضاع. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته وعلومه والمسلمين أجمعين. باب الرضاع أو الرضاع بكسرها وفتحها، إلا أن الأفصح هو الفتح. الرضاع الباب لغة كل من يتناول المواضيع يجيه الباب كذا يتعرض إلى تعريف الباب. فكما هو معروف الباب في اللغة هو فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. كذلك هو الباب في الأصل ما يتوصل به إلى المطلوب والمرغوب. والباب الحقيقي وأصل كل الأبواب هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحدهم: أنت باب الله وكل امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. فأصل الأبواب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الاصطلاح هو جملة من المسائل التي يشملها حكم واحد، جملة من مسائل العلم يشملها حكم واحد. الرضاع قلنا بفتح الراء وبكسرها، وهو مشتق من رضع، أي امتص اللبن من الثلج أو من الضرع. إذا من الثلج فهو البني آدم، وإذا من الضرع فهو الحيوان. وفي الشرع هو وصول لبن امرأة إلى جوف رضيع في الحولين أو في الحولين بزيادة شهرين، إلا أن يستغني ولو فيهما. وسنشرح هذا الكلام إن شاء الله. قال الشيخ: إن حل جوف الطفل في عامين لبن لأنثى أو لبن الأنثى، كان في نسخة لبن لأنثى. إن حل جوفا مفعول به مقدم. إن حل جوف الطفل في عامين لبن هذا الفاعل المؤخر، أي أن اللبن هو الذي يحل جوف الطفل. فإذا وصل هذا اللبن لجوف الطفل وقال لبن أنثى كي يخرج لبن الذكر، قد يكون لعل يكون رجل مثلا فيه لبن
هذا اللبن لا يثبت الحرمة. من بني آدم، هذه الأنثى من بني آدم لا من الحيوانات. فإذا كانت مثلا بقرة أو عنزة وارتضع منها طفلان أو ذكر وأنثى فإن هذا لا يثبت الحرمة. ما يقول هذه كثير من رضاعة البقرة أو العنزة. والكلام كله ذكره الفقهاء حتى لا يصوروا كيفاش من أهل العقل يقول أنها تكون أم بقرة أو من عنزة. هذا كلام ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. قلنا في مدة عامين عند الملكية، ما بقي ندخل في الشافعية يقول عامين و6 أشهر أو أقل من عامين ولا 4 ولا 5 ربعات ولا 10 بقي نتكلم ولا في الفقه المالكي. ولو مص عند الإمام مالك ولو مص قطرة واحدة من الحليب وسط الجوف فإنها تثبت الحرمة. أو يزيد شهرين أي لمدة عامين مع زيادة شهرين عليهما لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. حرم به ما حرموه بالنسب، ما حرموه له العلماء والفقهاء، ولكن الفقهاء حقيقة لا يحرمون ولا يحللون، وإنما نقلوا حرمة هذا الشيء كما جاءت وكرهوا بسملة تعوذا إلى غير ذلك. بمعنى أنهم نقلوا هذه الأحكام لا هم من أصدروها. حرم به أي بهذا القدر ما حرموه بالنسب، أي إن وصل جوف الطفل لبن أنثى آدمية ولو مصة واحدة إذا كان الوصول إلى الجوف من منفذ عالي متسع. إذا كان منفذ عالي ومتسع، متسع بمعنى يكون عن طريق الفم وطريق الأنف، لا من منفذ ضيق كالعين والأذن. وإذا كان من منفذ عالي فلا يشترط فيه تغذية، غذى أو لم يغذي، هنا ولو قطرة واحدة نصة واحدة. لكن إن كان المنفذ من أسفل مثلا عن طريق حقنة في الدبر فيشترط فيه التغذية. إن غذى ينزل الحرمة، فإن لم يغذي فلا حرمة. قلنا ولو كان هذا الحليب بواسطة الأنف وهو ما يسمى به الصعوع، يجيبوا الحليب ويفروه فيه، هذا يسمى الصعوع ويوصل الجو طبعا. أو هذا الحليب وضع في فمه وهو يسمى الواجور. إذا كان هو مص، هذا قلنا خلاص هذا مص ولا واحد، هذا يسموه القطع. الواجور هو أن يوضع الحليب في فمه ويوصل إلى الجو. فإن وصل إلى الحلق فقط، إذا لم يصل إلى الجو وصل فقط الحلق، هذا لا ينشر الحرمة، لا تثبت بالحرمة إن وصل إلى الحلق فقط. إذا فبهذه الشروط إن توفرت هذه الشروط فإن تثبت به القاعدة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب. ولابد أن يكون كذلك من الحليب لونه أبيض لا ماء أصفر من ثدي المرأة. قد يمص الرضيع من ثدي المرأة لكن يمص ماء أصفر، هذا لا يمكن ولا يشرب الحرمة إلا إذا كان الحليب لونه أبيض. وهذه الأنثى لما الأنثى هذا سواء كانت كبيرة ولو عجوز أو صغيرة مطيقة أو غير مطيقة، إذا كانت مطيقة باتفاق وغير مطيقة على القول المشهور، وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ولو طفل ما زال بكر صغيرة قد يكون فيها الحليب، ولا يتصور الحليب لعدم وجود الزوج، لكن قد يكون. فإن وقع وكان هناك الحليب خلاص يثبت الحرمة. بل ولو كان من
ميتة ما ماتت وفاة وكان بجانبها طفل صغير والتقمت يدها ومصمم والحلب يجوب، فإنها تصبح هذه الأم وكل بناتها يسرع لهم الأحكام المعروفة. فإن أرضعت امرأة طفلا فإنها تحرم عليه تلك المرأة لأنها صارت أمه من الرضاعة، وحرمت عليه وصولها وإن علت وفروعها وإن نزلت، وتحرم كذلك بنات فحلها لأنهن أخواته من أبيه بالرضاعة، وسنتكلم عليه في آخر هذا الفحل ولا باب الفحل. وهذا التحريم خاص بالرضيع وحده، خاص بالرضيع وحده دون إخوته ممن تقدم عنه ولادة أو تأخر. إلا الذي استثناه أهل المذهب. قلنا قاعدة العامة نص على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا ما استثنى العلماء وهو 6 مسائل. هذه 6 مسائل تحرم بالنسب ولا تحرم بالرضاع. هناك 6 مسائل مستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أولا أم أختك وأم أخيك، فإن أرضعت امرأة أختك أو أخاك من النسب فإنها لا تحرم عليك. هذه مسائل فقط واحد يتصورها، تبقى شوية تركيز كي يتصور المسألة، لما يتصورها يتضحها. فإن أرضعت امرأة أختك أو أخاك من النسب فإنها لا تحرم عليك أنت، فلو كانت من نسب لحرمت عليك، لأنها إما تكون أمك أو زوجة أبيك، تكون يا إما أمك ولا زوجة أبيك، بالنسب تحرم عليك، لكن بالرضاعة لا. أم أختك وأم أخيك. ثم قال عمتك وأم عمك، هي عمتك أم عمتك، أم عمتك وأم عمك، أم عمك، أي أم عمتك وأم عمك. فإن رأت امرأة عمتك أخت أبيك مطلقا، ليس كون شقيقة أو لأب أو لأم مطلقا، أو عمك أخ أبيك مطلقا أيضا، فإنها لا تحرم عليك، فإنها لا علاقة لك بها. فإن كانت من جهة النسب لحرمت عليك، لأنها إما تكون إما جدتك أم أبيك وإما زوجة جدك لأبيك. المسألة الثالثة أم خالتك، فإن رضعت امرأة خالك أخا أمك مطلقا، مطلقا تعني الشقيق ولا من جهة الأب ولا من جهة الأم، أو خالتك كذلك فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت من نسب لا حرمت عليك، لأنها إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك أبي أمك. المسألة الرابعة جدة الابن، فإذا رضعت امرأة ابنك جاز لك نكاح أمها، فلو كانت من نسب إذا كانت إما تكون أم زوجك، وهي حرام عليك بالمصاهرة، حرام تحرم عليك من جانب المصاهرة. فإن رضعت امرأة ابنك جاز لك نكاح أمها، فلو كانت من نسب لكانت أمها أم زوجتك، وهي حرام عليك بالمصاهرة. نعم. وأخت الولد، فإن أرضعت امرأة ابنك أو ابنتك، امرأة أرضعت ابنك أو أرضعت ابنتك، جاز لك نكاح بنتها أخت ولدك من الرضاعة، ولو كانت من نسب لا حرمت عليك بنتها، لأنها إما ابنتك أو رميمتك، إما بنتك أنت ولا بنت زوج ديال بنتك. المسألة السادسة وأم ولد الابن، وولد بالسكون لضرورة الوزن، أم ولد الابن أي أم ولد ابن كامل
رضاعي، فإن رضعت امرأة ولد ابنك جاز لك نكاحها ولو كانت أمه من نسب لا حرمت عليك لأنها زوجة ابنك وحلائل أبنائكم الذين من الصالحين. ثم قال رحمه الله: خذ لا تعتدي. أكمل بها البيت وهو مجرد نصيحة، أي خذ أيها الطالب العلم، خذ هذه المسائل واعتني بها ولا تتعداها ولا تتجاوزها لغيرها ولا تعتدي هذا الدال بدونها. تعتدي لا الدال وحدك قد تصل، لأن الاسم هذا الفعل فعل معتد، ولما جزم حذف آخر حرف العلة. لا تعتدي. وقدرت أما، أي وتقدر المرأة التي رضع منها الطفل بمنزلة أمه من نسب، فإن كان الطفل ذكر حرمت عليه جميع أقاربها. وبعلها، البعل هو الزوج، وبعلها زوجها أبا، وقدرت أما وبعلها أبا، أي ويقدر زوجها أبا له، فيحرم عليه جميع أصوله وفصوله. وإن كان الطفل حرمت على أقارب المرضعة، وكذلك تحرم على أقارب الزوج، وتحرم الرضيعة على صاحب اللبن. هذا صاحب اللبن لأن اللبن الفحم، وهذا كما جاء في ذلك من الرجل عن السيدة عائشة لما أراد استأذن عليها لم تأذن له بالدخول، فقيل له أنه عمك من الرضاعة وهو أخو أبي القعيس، فقالت إنما أرضعتني أم القعيس حتى أبو القعيس ما أرضعني، أنا أرضعتني أمه. ولكن الماء من الحليب من تكون الحليب؟ تكون من الماء، من ماء الرجل، ماء الزوج. نعم زوج أبي القعيس، لأن الحليب اللبن يتكون من ماء الرجل. الزوج لما يقارب زوجته، الماء الذي يدخل في فرج المرأة هو الذي يسري في جميع عروقها وبدنها، فيتكون منه اللبن. ولذلك قال للطفل إن كان للطفل إن كان بوطء ذا لباء، واللباء ألقيه بالكسر، اللباء هو نروح للباء، الباء هو الحلم، ولو أن الباء في اللغة هو الحلم الأول تاع الولادة، لكن المقصود به هنا هو اللبن الحليب سبعا. يعني أن اللبن الفحلي يحرمه، فإذا وطئ رجل امرأة مطيعة وأنزل في فرجها شرط كل إنزال خالط ماؤه دمها ويسري بجميع عروق بدنها، ولو كان الوطء حراما، ولو كان من زنا، أنه ما يلحق به لكن يثبت الحرمة، ولو كان الوطء حراما من زنا ولم يلحق به أو لا يلحق به الولد. بل قال وإن زن بها 1000 رجل والمكان والحليب كان مازال ما قطعش، كل هذا ال1000 يكونوا ضيف. هذا الذي رضع. فمن رضع من تلك المرأة بعد ذلك يصير ولدا لها ولصاحب اللبن. ثم شرع رحمه الله يتكلم على ما يثبت به الرضاع، قال للمرأتين قبل عقد مقبال إذا تشاء كمرأة مع رجل. هنا يبين ما يثبت به الرضاع عندنا البينة، لأن الرضاع هو يثبت بالبينة أو بالإقرار. هنا الإقرار لم يتعرض له الناظم ولم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، لكن ذكر البينة التي هي بهذه الأبيات. يعني إذا شهد امرأتان بالرضاع قبل العقد مع حصول فشو من المرضعة، لأن كانت تتكلم بذلك كثير حتى فشد من شاء أو انتشر بين الناس، أو حصل الفشو بسبب تكلم الناس به كثيرا، فإن الرضاع يثبت بذلك ويمنع العقد الشرعي. هذا كله إذا كان قبل العقد.
كما يثبت بشهادة امرأة ورجل قبل العقد أيضا. شرط هذا مرأتان أو امرأة ورجل بشرط يكونوا قبل العقد وحصل الفشو. إذا كان قبل العقد وحصل الفشو يثبت بذلك الرضاع، وإن كان هناك تزوج من هذه المرأة يفسخ هذا النكاح. وشو قلنا هو أنه شاع وانتشر بين الناس شاع. إذا يثبت كذلك واثبت بعقدين الرضاعة مطلقا، يعني أن الرضاع يثبت بشهادة عقدين أو عقد وامرأتين مطلقا. هذا في العموم إما عقدان وإما عقد وامرأة، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، سواء حصل الفشو أو لم يحصل. يعني الرضاع يثبت بشهادات عقدين أو عقد وامرأتين مطلقا قبل العقد أو بعده، حصل الفشو أو لم يحصل. ووالداه قبل عقد صدقا، يعني إن شهد والدا صغير برضاع قبل العقد قبل قولهما لبعد التهمة. إذا كان قبل العقد نقبل الشهادة ويثبت الرضاع، لكن إذا كان بعد يتهموا أنهم يبقى يفرقوا بين ويوقع الطلاق. على ما تكلمتوا شنو قبل ما دام راكم شاهدين بأن هناك رضاع. لا بعده، لا بعده أين بعد العقد لا. ولا ثبوت بالميراث ولو فشل. بالميراث المرأة معنى المرأة الوحدة لا يثبت لها الرضاع، يعني لا يثبت الرضاع بشهادة أبوين صغيرين بعد العقد لاتهامهما بإرادة الطلاق فقط ولو حصل فشو كما ذكرنا. وكذلك لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ولو مع الفشو. وانشر الرضاع الكفارة، هذا آخر بيت، يعني أن الرضاع الكافرة ينشر الحرمة كرضاع المسلمة. فإن رضع طفل بكافرة كانت أمه من الرضاع فتحرم عليه هي وبناتها وبنات فحلها من غيرها وأصولها وفروعها وأصول زوجها وفروعه. بعض التنبيهات والإضافات صح التعبير. قال يثبت كما ذكرنا قبل قليل يثبت الرضاع بالإضافة إلى البينة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بالإقرار الذي لم يتعرض إليه. وهذا الأخير هو الإقرار لم يتعرض له الناظم، وهو اعتراف الزوجين المكلفين بالرضاع قبل البناء وبعده، بأن قال نحن أخوان من الرضاع، هما نحن أخوان من الرضاع، وواحدهم أثبت والآخر صادق قوله. هنا يثبت الرضاع بالإقرار. مسألة أخرى الفرق بين المرضع والمرضعة. المرضعة هذا كنا نتكلم عنها في الرضاع الصغير، جاء في سورة الحج يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت. قال بالمرضع بدونها هي كل من شانها ترضع بأجرة بلا أجرة، المهم من شانها ترضع. لكن المرضعة بالهاء هي التي في الحال ترضع. ولذلك في يوم القيامة اللي تدخل يوم القيامة تكون المرأة شابة ولدها يلتقي من ثديها ومصدرها تلك القوة تاع الحنان تاع الشفقة وتاع الرحمة، لكن شدة الهول والموقف تغضب وتشغل عليه الأمور تاعها. نسأل الله السلامة. كذلك إذا خلط لبن امرأتين في كاس وشرب اللبن، جبنا شو من حليب امرأة وشو من حليب امرأة خلطنا في كاس خلطنا ونعطينا تشربوا، هنا يصبح هذيكم وهذيكم، وكل ما جابت هذيك كل ما جابها. ما كان هناك الرجل في الحل يصير ثاني كذا كوي ولا كوي. قال كان الحليب قال ولو يصنع جبنا، هذا الحليب تاع المرأة يتخدم جبن فرماج والقرار تعطى الفول ياكل، لكن الشرب يشرب الذي تقدمت يكون في هذه الفضاء يثبت ويشرب الحرمة.
تبقى مسألة لبن الخندة. أول ما كان ذكر هذا الحليب الذي كذا لا بد أن يكون لبن أنثى. لكن لبن الخندة المشكل فيه كلام لكن الظاهر أو يجر الحرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسئلة للمشايخ من اليسار ممكن عندنا يتم إن شاء الله في ذلك. لبن الفحل قلنا هذا، ولبن الفحل هو أنه لما تكون المرضعة ترضع والدم والحليب مازال يرجع لها ويقارب هذا الزوج، كل طفل يجي يرضع منها بعد مقاربة ذلك الزوج، كل طفل يرضع منها يصير ولده. وثم حتى ولو كان من زنا عالجنا بها 1000 واحد وجاء طفل رضع، كل هذول يصيروا ولاد. حل جوف الطفل في عمله لبن أنثى أو يزيد شرايين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. أم أختك أم أخيك عمتك وأم عم أم خال خالتك وجدة الابن وأخت الولد وأم ولد الابن خذ لا تعتدي وقدرت أما وبعدها أبا من وقته للطفل قد حال اللبن لا بعده ولا ثبوت بالمرى ولو فشى وانشر رضاع الكفر تيني قبل عبدك اقبلي تفشاك مرأة مع رجل وابت بعدين الرضاع مطلقا ووالده قبل عبد صدقا لا بعده ولا ثبوت بالمرى ولو فشى وانشر رضاع الكفر. عمل البشر بعد المراجعات وكذا. جزا الله خيرا الشيخ طالب عبد الله الذبابي على ما قدم وأفاد. ومعي فضيلة الشيخ محمد الأمين بوغابة. كان طالب عبد الله ذكر أن من الأشياء التي لم يذكرها الناظم هي الإقرار. طالب الأمين بوغابة أقر لي أمس أنه تقريبا هو الذي دفع بالطالب عبد السلام أن يمثل المديرية الشؤون الدينية في الاجتماع، لذلك فيتحمل المسؤولية وسيتولى الإجابة عن كل الأسئلة التي ستطرح حول هذا الموضوع. نعم، إذا كانت أسئلة ملاحظات إضافات تعقيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طب نظهر لبن ماء الفحل. نعطيك مثال، انا الوالد كان متزوج وجاب ولاد ابراهيم ولا ومن بعد انفصل مع هذيك الزوجه ودا الوالده نتاعها. الزوجه هذيك راحت تزوجت جابت ولاد. كي سولت انا قالوا لي باللي هذوك الولاد اللي جات من الزوجه عيال بوي هذه اللي كانت زوجة بوي موش اللي اخوتي من الاب. قالوا لي هذوك عاد اخوتك من ماء الفحل. هذا اللي سمعناه، موش هي ترضع ويعني يقاربها زوجها ومن بعد اللي بطبيعه الحال هذو خاوتك يعني. ثم هذا التعدي اللي والله اعلم. اي عاود وضح الطالب الأمين باش تعرف الناس وش معناتها ماء الفحل هذا، يعني كيفاش تعدى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الجماعه الكريم من اباء واخوه وتلاميذ، نسال الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسال الله تبارك وتعالى ان يرحم صاحب هذا المحل الذي يجتمع فيه الشيخ ابو نذير برمون، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ذلك له في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. ونسال سبحانه وتعالى ونحن نعيش كذلك يوم العلم ان يرحم جميع علماء الامه الاسلاميه العاملين والامه الجزائريه خاصه. ونسال سبحانه وتعالى ان يمن بالنصر المبين لاخواننا في ارض غزه وفلسطين. ونسال سبحانه وتعالى ان ينصرهم على عدوهم عدو الدين. ويعني المساله التي ذكرها اخي حاج مراد، نعم هذا انطلاق من لبن من قول صلى الله عليه وسلم: لبن الفهم يحرر. فاول من وطئ هذه المراه يعني هو الزوج الاول. فكل ما كما تقرر اخونا استاذ عبد الله، على كل من جاء من هذه المراه سواء كانت يعني في هذا الزوج او من ازواج اخرين يعتبر مثلا اولادها من الرضاع، اولاد ذاك الزوج الاول من الرضاع، ولو تزوج 1000 رجل تعتبر كل اولادها. فلذلك انت هذه المراه التي كانت زوج طيب وطلقت وراح تزوج اخر وراح وجاب اولاد، قالوا كلهم اولاد يعني اولاد خواتم، لان الاب الاصل الاول كان من العصب الاول كان من الوالد الظاهر رحمه الله. ولهذا هذه مساله حتى الفقهاء رحمهم الله يمثلوا في الزواج. قال هذا تزوج بامراه زوج بامراه وطلقها ما جابش معها اولاد، وراح تزوج هي برجل اخر، وراح هو تزوج بامراه اخرى، جاب اولاد مع هذه وهذه جاب اولاد مع الاخر. فقلت له باش يعني الولد نتاع هذا بس تزوج بنتها ما يصلحش. وان كان هي مساله قال الفقهاء فيها 3 اقوال، ولكن قال الظاهر المنع. فهمنا؟ وهنا الظاهر المنع الدقيقه قال اذا انقطع اللبن منها وتاكدنا، ولكن شكون يتاكدنا؟ اي انقطع هذا قالوا في الجواز. قال اما اذا لم ينقطع اللبن فيبقى الحكمه ثانيه. فهمنا؟ فقط حكمه ثانيه. هذا ولهذا قال يعني ولهذا صاحب المدارك يقول والمساله فيها 3 اقوال: بالجواز والكراهه والمنع والظاهر المنع. والظاهر يقول المنع. ولهذا يقول الفقهاء حتى في كل رضاع فيه شبهه او لم يندب احتاج كان يعني قال مثلا العدين ولا قال مثلا منو فيه خشوع، قال كيف راحت فيه كيف نستمع. النقطة هذه قال ماء الفحم. نعم. كان اللي قالوا الحكمة من تشريع الحق سبحانه وتعالى 3 فروع لإزالة أثر الرجل من المرأة. أنها يبقى من بعد مازال الحكم هذا يمشي ولا بعد 3 فروع خلاص يزول ماء الرجل، أثر ماء الرجل من المرأة. لا مش في هذا هذه في صفة الطلاق. ولكن قال الحديث من الظاهر يجيب النبات الاول جاء من العصر الاول جاء من ذاك الرجل. في الطلاق قالوا استبراء الراحل. استبراء هذا لا الاستبراء يعني الاستبراء في الطلاق هذا في النسب ولا باش مثلا يوقعش. اما يعني في الطلاق قال في العصر الاول هذا الرجل. السلام عليكم. بارك الله فيكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبارك الله فيكم. ما شاء الله هذه الفرصه
التوفيق على شيخنا أستاذ النذير، ومدرسة عامرة إن شاء الله بالمشايخ الكرام. السؤال في هذا الموضوع المهم جدا أستاذ عبد الله، فيما يتعلق بالمسائل تاع الآن مثلا الحرمة أذكر يعني في باب الإثبات، والآن الزواج راه يتم في إطار مثلا عقود هذه تتم على مستوى الإدارات والحالة المدنية. كيفاه ما هي الوسيلة الآن؟ يعني الشروحات ذكرها باللي كاين هناك يعني إثباتات لهذه الحرمة. كيفاه يعني ما هي الوثيقة؟ كاين وثائق مثلا على مستوى الحالة المدنية يستخرجوها باش يقولوا هذا أخذوا من الرضاع، هذا من البحث، هذا من هذا. هل كاين الوثائق في الحالة المدنية باش مثلا يكتب بها بالزواج باش مثلا الحرمة إلى صح؟ بالنسبة للمسائل الأخرى وذكر مثلا خلطوها في مثلا في كيس عن طريق الرضاعات الاصطناعية، يعني مثلا نفس الأمر. وبالنسبة للمدفع إذا كان عن طريق الفم ولا عن طريق الأنف هذا الشيء، إذا كان عن طريق مثلا المصنع سيروم مثلا وقال لك لازم يكون مغطي، ولا يثبت لنا في هذه أنه مغطي وبارك الله فيك. هو وهذا المطلب نتاع التوثيق في 2000 فرقونا في 2010 كنا في ملتقى مجلس العلمية، وانطرح سؤال كان معنا الشيخ مجنان، وكان شيخنا اخونا اسماعيل موسى، وكان واحد من المقسطين كذلك كان في الورشه. يعني قلنا طرحنا الاشكال هذا، قلنا مثلا درك كاين مثلا حتى احنا طرحناه بالنسبه للحج. الحج قلنا يعني هذا اثبات المحرميه تعتبر رضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يحرم من الرضاع ويحرم من النسب. هذا الذي تروح معاه امراه هي ام من الرضاع ولا اخت من الرضاع وكذا، قلنا له على الاقل اثبات المحرميه هذه يعني تثبت مثلا يثبتوها في الوثيقه على سبيل. طرح الشيخ قال مثلا هذه المساله نفسها ماذا بينا قال حتى في المدني في البلديه في العقود تكون مثلا هذه كلمه اخوها من الرضاع وكذا يعني وثيقه وحدها، ولو مش من قال هذا هو كذا، قال هذه اثبات الحراميه بالنسبه للرضاع، لان القريب راهي كما الوثيقه الرسميه تاع النسب، كما شهاده الميلاد تاع يعني بالنسبه للوالدين الاصليين اللي هم النسب، كذلك تكون هذه شهاده الميلاد بالنسبه للاثبات، باش يعني يقدر واحد يستعين بها حتى في هذا في هذا المجال. نعم طبعا هذه لما تكون في الحاله المدنيه موثقه خلاص، يعني حتى اذا كان له شهود والمراه المرضعه واللي كانوا الوثيقه بالوثيقه هذه موجوده، هذه طرحها راهي في الطرح وراهي مانيش عارف وين وصلت انا. ولا اخونا عبد الله قال انه حتى اذا كان استعمل جبنا فرماج وكان عصر في اناء وشقوه راهي امه، اذا كان حتى مثلا اللهم الا اذا كان منافذ ضيقه كما المسام الراس او نحي، هذا قال لا ينشر اذا كان من انف او فم يعني لان قال اذا اكتفى على في عيني يعني تحن الاصابع باللبن وما يحسب بيتوقف، هذا منفذ ضيق ومع مسام الراس. اما بالنسبه للمنفذ الاخر الفم او الاذن فهذا يعني يفوت اما الحقنه اذا كان احتقاني اذا كان بشرط يكون مغذي، بشرط يكون مغذي. اذا كان حسب التغذيه بالسيروم، اذا كان دكتور اطباء بانه السيروم وصل للجوف والقضيه كذلك يلحق بما يغذى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبه للعيب كيف يتصور ان يحل جوع الابن والرضيع لا بول الانثى من العيب. كثيرا ما يرمد الاطفال ويوضع لهم الحليب في العيب، فان حل جوفه هذا اللبن لا يضره. بالنسبه لقضيه الزوج الاول والزوج الثاني، قال العلماء ينتشر أو يستمر انتشار الحرمة للزوج الثاني إذا لم ينقطع اللبن. أما إذا انقطع اللبن خلاص، هذا طلقها المرأة وخلاص انقطع عنها اللبن، قعد 4 سنين وديها الرجل الثاني مثلا، فهذا بيناتهم تفرق. يعني المرأة الثانية، أبناء المرأة الثانية ليسوا إخوة من الرضاع، إذا لابد أن يستمر اللبن حتى يكون بيناتهم علاقة. ولو تزوجها 10 أزواج ولم ينقطع اللبن، كل هذا الأزواج هم آباء لهذا، يعني يصيروا يعني ينشرون الحرمة، وكل من رضعها فينشر الاتصال، هذا وهذا من هذا وهذا، ولو 10. والله بارك الله فيك. لو قلت على هذا قضية الانقطاع هو اللي راه إشكالية في لبن الفحم، وهذا طبعا فينا حتى نساوي الدكان يقول لك راح بحليب هذاك الراجل، معناها اللي راهم راح بحليبها. شوف انت بالدرجه معرفين قضيه التوثيق. برك الاشكاليه اللي راه وقعت في قضيه الرضاع راه قد يكون سبب في صله الرحم، انقطاع صله الرحم. يجيك واحد مثلا هذه المرضعه ماتت، يجيك واحد يقول هذاك راه خو زوج، وباش يشوفها اخته من الرضاعه، انت ما عندكش اثبات مثلا وما عندكش كذا وكذا، هذه راه اشكاليه كبيره. كاين بعض الزوجات ما يروح هكذا عارف اخوها من الرضاع، ولكن هو الزوج ما عندوش دليل. هذه الاشكاليه. ولا والمرضعه ماتت. هذا فعلا نقول لك يعني لابد من التوثيق، هذا راه وثيقه كيف وثيقه على بتاع الانسان. لا هو حتى حاجه نشيروا لها يا جماعه عند الزواج. دونك يعود اب الزوجه من البدايه يقول له ها اخوتها من الرضاع. زوجها نعم. قال يا ودي هذه راها ها اخوتها من الرضاع، باش الزوج يعود على بصيره. نعم. ولكن ذاك التوثيق اللي عليه يفوت بين الناس. والمساله كذلك المساله بتاع لان الشهرين او العامين والشهرين من هذا القوسه المالكيه انه يكون فيها عامين حولين مع شهرين، زين شهرين. عند الامام الحنفي عنده 30 شهر، وعند الامام احمد بن حنبل وعند الامام الشافعي عنده عامين فقط. ولكن عند هذا اتفقوا على انه اذا لم يستغني الولد عن حليب امه، يستغنى الولد بحليب امه ولو في اقل من العامين. بمعنى اذا كان يعني بشرط يكون استغنى عن الولد يومين فاكثر، اذا كان نهار او نص نهار ولا كذا، يومين فاكثر بقى يعني خلاص ما عادش يسول على حليب امه، فرضع عن امراه اخرى فهذا خلاص لا يفرق. اذا كان بعد اما اذا كان نهار لا فهذا يبقى مازال في حكم الرضع. اما اذا كان ولو في اقل من العامين، اذا كان استغنى عن حليب امه فكان استغنى يعني بما يثبت بيومين فهذاك الحليب اللي شربه بعد ما يكونش لا يؤثر ولو في اقل من عام. الفقهاء يقولوا مثلا هو من 9 شهور قد يستغني، 6 شهور فيه لا، ومن 9 شهور قد يستغني. لان سيدنا الحسن والحسين بيناتهم 9 شهور. ولهذا قال يعني 6 شهور ذلك الحليب تعقم حتى علميا 6 شهور هذيك لابد يكون رضاع من ثدي امه، يعني هذا علميا راه فيها تحتاج منع الولد. فمفروض
يعني من 9 شهور قد يستغني المرأة الولد قد يستغني عن حليب أمي بعد 9 شهور. لأن قد يلحق واحد مرة. نعم. والله. أجمل عن سؤال. بنصح المدير. نعم. نعم سيدي خطرات مثلا المدة بتوع عامين تاع الرضاعة. خطرات بعض الأقوال دوك تيقول لك مثلا حتى يكون كبير يرضع من باش ينحوا الحرمة هذه. الفتوى شفتها بها كثير في واحد البلد اسلامي رجاء استمع بارك الحرمة هذه تاع الصراط مثلا. واش رايك؟ والرضاع الكبير بحث فيه طبعا الإسلام وستجده إن شاء الله غدا بالليل إن شاء الله تجده في المجلة إن شاء الله. الحمد لله. أبو بكر. نعم. شوف الرضاعات. سكات. اجمع الحس برك. المذهب على أن بمجرد ما يفوت الحليب إلى جوف الرضيع فهذا يحرمه لقوله سبحانه وتعالى وأمهاتكم من الرضاعة. إذا لم يعد بدلا 4 ولا 5 المهم فات الحليب إلى جوف الصبي ولو بصعوط أو فسرها هنا الآن مثلا من أنفه أو بالواجور حق أمه الحليب وفات الحق وفات الجو فهذا يحرم. هذا عندي مملك على أنه مثلا وهنا وكان في 1998 كان الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله كانت عنده حصة تسمى فقه العصر فقه المعاصر في قناة الإقامة وتكلم في هذا الباب نفسه. تكلم على أنه بالنسبة 5 رضاعات مشبعات ما كانش. كلمة مشبعات ما كانش. قال إن المشبعات ما كانش قال 5 قال الإمام قال يعني كلمة مشبعات هذه قال مردوها. قال متفرقات عند الإمام الشافعي عنده يكون متفرقات وعند الإمام أحمد ولو 5 رضاعات ولو مش متفرقات. يعني في وقت واحد. الشيخ أنا بنوصلها لك الشيخ وهبان قال من يثبت لنا أن الصبي لما يعني تعطي من طاقم الذي رفقه جبت 1 ولا 2 ولا 10 هذا يعني يقل ما هذه وحدة. والثانية قال يعني في قول الأئمة صحيح ولكن قال المذهب بالنسبة للفرجي فقول مذهب الإمام مالك أصح. يعني هذا مذهب ما هوش واحد اللي قال هذا. فلهذا يعني احنا بالنسبة للمذهب على أنه ما دام فات للجوف ينشر الكلمة. عند الإمام الشافعي عنده 5 رضاعات متفرقات وعند الإمام محمود عنده 5 رضاعات يعني ولو مش متفرقات. عند الإمام الحنفي عنده مهم الرضاع كما عندنا في المذهب. يكون مثلا يعني أرضع ودخل الجوف فهذا يحرم. وهذه القاعدة تقول إذا كان حصل هذا يعني تمر خلافك إذا كان حصل هذا قبل الزواج هذا خلاص نفرقوا بيناتهم. بدك نشيك بدك معطينا الكلمة. إذا كان حصل وجابوا الأولاد وكذا هنا فيه كلام. هذاك اللي فيه كلام اللي باش مثلا ناخذ مطرف الخلاف وكذا باش وإن كان قالوا وندب أن يكون التفريق بينهما في كل رضاع يشتبه. كل رضاع يشتبه فيه ندب التفريق يقول عليه الصلاة والسلام ذلك اللي جاء قال كيف وقد قيل. نعم تفضل. هو مش شيخ الآية تاع يقعدوا يتناقشوا قالوا مش الأم مش واجب عليها ترضع الولد. أيوه.
يقول لك والو كاين دليل من القران الوالدات يرضعن اولادهن. فاش هذيك الوالدات أول مقصود بها المطلقات، ولكن قال هنا المطلقة، هنا المرأة المطلقة جاءت يعني قال والوالدات، قال مولانا قال والوالدات، ما قالش المطلقات ويطلعن أولادها، قال الوالد باش يهيج به يعني جانب الحنان عموما. فهمنا ياك؟ جانب الحنان تاع يهيج باش باقي راه يمو، لأن الأصل إذا كانت طلقت المرأة وباش يعني باش ترضعه بأجرة يخلصها. إذا كان يقبل الطفل ضير غيرها، إذا كان الطفل يعني ضيق خلاص يروح يجي كل مرة ترضعوا له. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهمنا؟ إذا كان قبلت يعني إذا كان قبل ضيق فيها خلاص يروح يجيب له يجيب تروح الآخر. إذا كان ما قبلش يجب عليها أن ترضعه ويخلصها. ولهذا مولانا يعني يشوف هيج الجناب الحنان، الوالدات يرضعن أولادهن، باش مثلا يعني يهيج لك الحنان على الأقل يعني عوض ما ياكلوا لهم الآخر. ترضعوا هي ولا رضعها إذا كان أصلح. فهمنا زين؟ محمد. امرأة قامت بتربية ابن أخي زوجها، رباته مني كان في عمره شهر، بصح ما رضعتوش. كي يكبر تصافحه وتكشف عليه شعرها قدام والله واسع، زرعت فيه التربية ورباته. ابن أخي زوجها يعني ولد عم ولدها. ابن أخي زوجها. ولد عم ولدها. لا خلاص إذا كان ما رضعتوش يكبر خلاص يجب عنه. هذا أجنبي عنه. مجرد ما يبلغ الحلم هذا أجنبي عنه. نعم. التربية ذيك. أيوة. التربية من باب التربية تبقى من باب الجميل. باب الإحسان والجميل، ولكن باش يعني تبقى دائما الشرع يبقى أجنبي عنه. قال لي قال زرعت فيه التربية خلاص. لا زرعت إذا كانت تعاطف نعم، ما تعاطفش راهي الحكم الأجنبي عنه. نعم. يا بالنظر أو بالرضاعة. شباب بارك الله فيكم في انتباه السؤال. السؤال الاول هو امرأة يعني هي ما حكم امرأة يعني هي ما كانش في صدرها وقد تربي وحدتين، ولكن عمها اختها وصافي في صدرها الليل رضعت لها بحيث تعود هي خالته في الرضاعة وتربيه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني حكم الظاهر غير منتشر تجفيف الحليب وراه يسمى نستوردوا به. هذا الحليب المجفف صعب لأن الصين دايرين على البنوك تجميع الحليب يوميا للامهات العازبات او الامهات هما يشرط عليهم قانون البنوك في الواحد، ولكن هي احيانا يولدوا يسروا، ولكن الطفل يروح يهربوه يقول سمعت جبتي يعني جبتي ولا جبتيش انا غير في زدك احنا عندنا الايتاليا في الدوله ويضرك انت اروح تاخذ البنوك تاع الحليب يمتصوا لنا الحليب يجمعوه ويعطوا الاطفال. هذا تعاون خير من الرضاعة. هي كده هذا يكون شو رضاعة كفار. خلاص. كمان جاوب الشيخ قال يكون شو رضاعة كفار. إذا كان علم على أنه مثلا هذاك الحليب أراه من دليل الآخر فراهم داع خير من الرضاعة. عم يعرف كذا جرد عيشهم. بالنسبه للاخت هذه اللي المراه اللي رضعت
حيلة فقهية. هذه ولد الاهالي الولد. نعم خلاص هذوم خالته. راي خالته من الرضاعي يحرم من الرضاعي ما يحرم من النسب. نعم. خالتها راهم يعني خالاته ذكور راهم اخواته من الرضاعي خالته. نعم هذا مجاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نوضحوا كم حاجه فضلك وضحها لنا. لو سبب الرضاعه هل هو عن طريق فيه الرضائيه ولا الاكراه ولا مثلا الان رضعاته باش يصرى فيها الحرمات هل يعني يشترط فيها الرضائيه ولا ما تشترط؟ سبب الارضاع هل يعني عن طريق يعني تراضي بين مثلا الام الحقيقيه والام المرضعه ولا مثلا قال الاكراه اكبر رضع حاجه. شوف الرضاع عن عمد او اكراه او سوي يشرب حلم. يبقى الان هذه اذا كان ارضعت باجل مفرق ولا دخل هذه عليها اثم. نعم لان هنا يقول لا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بمعنى اذا كان هذه بنعاني باش مثلا ترضع هذا باش مثلا ما يتزوجش بالاخر هذه على تلفت طبعا. ولكن الرضاع من حيث ما هو وقع ولو كانت ميته لا. سمعنا كلمه ميته يا استاذ. نعم ميته امراه ميته ورضع منها مو الميته واش عندها كاش تدافعوا عليه باش هذه مو واللي حير من خاوتها ولا خاوتها يبقى الان في الحكم يعني نشوف نيتها اذا كان مثلا عن شفقتين ولا عن عمدين ولا عن كراهيه ولا كذا هذا يبقى كل نعمل على شاكلته. نعم يحضر معنا الاخضر عواري التدخل قبل الختم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تشرفت على كل حال بحضوري في هذه الجلسة التي يحضرها أئمة ومشايخ وعلى رأسهم سيد طالب محمد أطال الله في عمره ونفعنا بعلمه وبركته. المجلس إن شاء الله تحفوا وترفرفوا عليه روح سيد طالب نذير طرمون رحمه الله وتغمده الله برحمته الواسعة. والشكر كل الشكر للطلبة وهذا في الحقيقة مش عارف كيف نسميه. هذا هو العمر الثاني اللي تحدث عليه شوقي رحمه الله انه سيد طالب النذير انتج طلبة كانوا بمثابة الامتداد بالنسبة إليه. فلعل هذا من باب الوفاء مرد الجميل لسيد طالب النذير رحمه الله. هذا جزء من رد الجميل فقط، لأن الجميل لا يرد. الجميل اللي قدمه سيد طالب النذير وشنو هو تعليم القرآن، وتعليم القرآن لا يقدر بثمن. وكان نجي نشوفوا في الطلبة تاعو سيد طالب الأزهر وسيد طالب عقيل والمجموعة ممكن ما نعرفهمش، يعني ما كانوا ليساووا شيئا وما كانوا ليجلسوا ربما في هذا المجلس لولا القرآن الذي زرعه في صدورهم. يعني هذا الذي ينبغي أن يدركه كل من تعلم القرآن لشيخه ولمعلمه. فنسأل الله عز وجل أن هذه الجلسة تستمر وتبقى الزاوية هذه عامة. سيد الحاج علي واش قال لمين
الزاويه تاع سيدي الكبير. واجعل هذه الزاويه تعمر بالدوله. ايوه راكم حافظينها انتم. تبقى عامره ان شاء الله، تبقى عامره باستمرار ان شاء الله، بوجود هذا يعني هذه الوجوه النيره من الطلبه ان شاء الله. يبقى بخصوص الرضاعه، يعني هذه الاحكام اللي سمعناها اللي تكلم عليها السي طارق عبد الله واللي عقب عليها السي طارق الامين والاسئله، هذا كله في الحقيقه يدل على اهميه الرضاعه في الاسلام. الرضاعه ليست حليبا يتشربه الطفل، لكن كما نتكلموا في علم النفسيه هذا استاذ عقيل. الرضاعه ليست مجرد حليب، ربما هناك من يتصور هذا، ولذلك اليوم في الحقيقه الوضع اللي رانا عايشينه وحرمان الطفل من حليب امه هذا يمثل مأساة بالنسبه للطفل. انا عندنا في علم النفس يقول لك ان الطفل في عمليه الرضاعه لا يتشرب الحليب فقط، وانما هناك معاني نفسيه مهمه يتشربها مع الحليب، اللي منها الرحمه، منها العطف، منها المحبه، منها الحنان الى اخره. فهذه لا تعوضها الرضاعه الصناعيه. حتى انه هناك كثير من الدراسات، معنا الاستاذ عقيل والجماعه، كثير من الدراسات تثبت انه كثير من الجرائم اللي راهي توقع في مجتمعنا الان عندما نبحث في اسبابها نجد ان اصحابها لم يتلقوا رضاعه طبيعيه، لم يتربوا في احضان امهاتهم، ولذلك فلا قرابه ان تظهر مثل هذه المشكلات ومثل هذه الآفات ومثل هذه الجرائم. وهذا يثبت كذلك حق الطفل في الإسلام. الطفل مش نجيبوا له حليب باقي، وإنما ينبغي أن نعتبر هذا حقا من حقوقه وواجب من واجبات المجتمع. الآية في سورة البقرة يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه آية من آيات الأحكام، فيها تقريبا نص صفحة، يعني تقريبا تفوت فيها آية الدين، آية طويلة كبيرة تتضمن جملة من الأحكام التشريعية والأحكام الفقهية. وإذا أردنا أن نسقط هذه الآية على واقعنا نلاحظ أنه بسبب عدم الوعي، بسبب الجهل، يعني لأسباب كثيرة، تجد أن الزوجة في بعض الأحيان تتخذ من الطفل ورقة غط بعد ما يقع الطلاق، والزوج كذلك يتخذ من ولده ورقة غط على زوجته. يصير كأنه هناك انتقام، يعني لما صار طلاق فالزوجة تنتقم من زوجها عن طريق ماذا؟ عن طريق الطفل، والزوج كذلك ينتقم من زوجته عن طريق الطفل. ولهذا الآية قالت لا، إذا كنا مسلمين، إذا باش نطبقوا أحكام الله عز وجل فلا ينبغي أن ندخل الطفل في هذه اللعبة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن. يعني النساء هذه مطلقة طلقت ومعها ولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. فلا ينبغي للمرأة المطلقة انتقاما من زوجها أن تمتنع عن إرضاع ولدها. الشيء اللي راه واقع لما تطلق الزوجة وتجيب ولد يمكن عنده شهر، يمكن عنده شهرين، عنده 3، فتترك الولد. يعني هذا في الحقيقة هو انتقام من الولد قبل أن يكون انتقاما من الزوج. أو ربما تطلب منه
أجرة غير الأجرة المعقولة، يعني تصبح القضية قضية بزنس. نعم. كذلك الزوج لا ينبغي أن يضار بزوجته مطلقته وبولده، فالطلاق لا ينبغي أن يؤدي إلى مثل هذه التصرفات ومثل هذه السلوكات. ونفس الشيء في يعني شوف الرحمة، حتى لما يوقع طلاق يا أخوي الطلاق خلاص، الطلاق لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه كأنه انتقام من أحد الطرفين، فهو ظاهرة طبيعية يعني بالمعنى هذا، ليس يمكن أن تقع في أي مجتمع من المجتمعات. يمكن زوج لا ينسجم نفسيا مع زوجته، وهذا صراحة تفعل الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا ثابت بن قيس لما جاءت مراته جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت له: ثابت لا أعتب عليه في دين ولا في خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، وتقصد بذلك العشرة، يعني خافت لعل ما تقومش بحق الزوجية. فالرسول عليه الصلاة والسلام خلع بينهما. وعندنا المثال الآخر سيدنا زيد بن حارثة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه، فكان متزوج السيدة زينب بنت جحش، ووقع بينهما ما وقع من الشنآن ومن الجفا، يعني هكذا، يعني احنا مع بعضنا. يمكن واحد تريح معاه وتعاشر معاه وتسافر معاه، وواحد اخر يقول انا والله وكان صوت الخشيم الريح ما نمشيش معاه. كاين ولا ما كانش؟ اذا فما بالك بالحياه الزوجيه. فسيدنا زيد بن حارثه لم ينسجم نفسيا ولم يتوافق نفسيا مع السيده زينب، وكان يجي ينقل هذا الامر للرسول عليه الصلاه والسلام ويقول له: امسك عليك زوجك، وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. وجاء والوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم باش يتزوجها. نعم. علاش؟ باش يبطل ظاهرة تاع التبين. والرسول كان مترددا، هذه قالت من آيات العتاب اللي جاءت في القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولده، الناس كامل يقولوا هذا زيد ولده، كيفاش راح يتزوج زوجة ولده؟ يقول له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكذا. إذا فلا ينبغي أن يجر الطلاق إلى مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى الضرر بالطفل. ما تفهمناش، لكن شوف تكملة الآية: لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك. يعني حتى إذا كان توفى الضيف الوارث بتاع الصبي والله ينبغي أن يقوم بهذه العملية وعلى الوارث. فإن أراد فصال عن طالب وسيم، ومع ذلك هذا ما يمنعش أنه هذا الولد راه ولد. فإن أراد فصال عن خطاب، فإن أراد فصال عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليه، وإن أردتم أن تسترضعوا ولدا فلا جناح عليه. شوف الرحمة في الله، هذا هو علم الناس يسعون، هذا هو علم الناس الإسلام. يعني حتى يطالبوا وتبقى الرحمة وتبقى المحبة. هذه قال: يتفرغا يغني الله كل من سعته ولا تنسوا الفضل بينكم. الكلام يقول على كل حال، وهذه مجرد معاني حبينا نحضرها. ربي يوفقكم ان شاء الله، ويجعل ان شاء الله مجلس علم في الحقيقه، مجلس علم حافظوا عليه، وان شاء الله يكون قبله باستمرار لطلبه العلم. الله يوفقنا واياكم الخير. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى
اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله في أخينا خير هذا الذي تسمع وإذا كان الأولاد بارك الله فيك بالجميع إن شاء الله. يا غفران يحكم يا الله، يا غفران يحكم يا الله، يا رب يعمل بطاعة الله، يا رب يعمل بطاعة الله، يا رب بالجميع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا نسأل بك